مع استمرار معاناة المنتخب الجزائري من مشكلة حراسة المرمى، يواصل اسم الحارس الأسطوري رايس وهاب مبولحي تصدر العناوين. مبولحي الذي عاد إلى أجواء المنافسة الرسمية هذا الموسم من بوابة نادي ترجي مستغانم، يقدم مستويات لافتة، حيث حافظ على نظافة شباكه في مباراتين من أصل 4، وأثبت أنه لا يزال قادرا على التألق رغم اقترابه من سن 40 في شهر فيفري القادم. مصادر صحفية جزائرية على رأسها موقع لا غازيت دو فونيك كشفت أن الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش قرر التواصل مع مبولحي من أجل بحث عودته إلى تشكيلة الخضر، لكن بشرط واحد: أن يواصل تألقه في كأس العرب المقبلة، حيث سيخضع لرقابة دقيقة قبل اتخاذ القرار النهائي. بيتكوفيتش ورغم إعجابه بخبرة وحضور مبولحي القوي داخل غرفة الملابس، لا يزال متحفظا على الاعتماد عليه كحارس أساسي على المدى المتوسط، وهذا بسبب تقدمه في السن ورغبته في بناء مشروع جديد للمنتخب. ورغم ذلك تبقى عودته واردة جدا، ولو بصفته حارسا ثانيا للاستفادة من خبرته في الاستحقاقات الكبرى. مبولحي الذي لعب 96 مباراة دولية وتوج بكأس إفريقيا 2019 يظل رمزا لجيل ذهبي رفع راية الجزائر عاليا، وعودته قد تعيد التوازن لخط الدفاع وتمنح الثقة لبقية اللاعبين. والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم: هل ترون أن الوقت حان لعودة الرايس إلى عرين الخضر قبل كأس إفريقيا والمونديال القادم؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو